ما مستوجبة. صوته عالي. بما يخص موضوع المدارس في زرقان، لو عملنا مقارنة بين العام الماضي السابق، العام الدراسي السابق، العام الدراسي الحالي. طبعا نحن بدأنا العام الدراسي السابق بشكل طبيعي إلى أن يعني حدثت الهجمة التركية ومرتزقتها على سريكاني وقراها وقرى زرقان. نتج عن هذا الهجوم نتج عنه نزوح الأهالي، وبالتالي نزوح قسم كبير من تلاميذ المدارس إلى مناطق مختلفة كالحسكة وتلتمر والدرباسية القامشتي، حتى بعض التلاميذ وصلوا لمحافظة للرقة. يعني طبعا نتيجة لهذا الهجوم هذا النزوح، يعني بصراحة تم إغلاق المدارس لمدة، خاصة المدارس المحتلة إلى الآن هي تحت الاحتلال مغلقة. هناك بعض المدارس تقع على خط التماس، وهي منطقة غير آمنة تعتبر. يعني لو عملنا مقارنة بين العام الدراسي السابق العام الماضي والعام الدراسي الحالي، أعداد التلاميذ اللي كانوا مداومين 8561 تلميذ. السنة أعداد التلاميذ المداومين فقط هن 2789. ما تبقى من التلاميذ صاروا بمناطق النزوح، ما قدروا يلتحقوا بالمدارس، ونتيجة لإغلاق المدارس طبعا مدارس التماس والمدارس الموجودة تحت الاحتلال طبعا صارت هالمفارقة هي. يعني أعداد التلاميذ المحرومين من التعليم هالسنة نتيجة للهجمة التركية، نتيجة للاحتلال، نتيجة لإغلاق المدارس لهذا السبب، هن 5772 تلميذ. هذول محرومين من التعليم حاليا. العام الماضي عدد المدارس اللي كانت مفتوحة 81 مدرسة كانت. بعد الاحتلال قدرنا نفتح 33 مدرسة. طبعا بدأنا بفتح المدارس بداية، أغلقت جميع المدارس. بدأنا بفتح المدارس بحدود 15/11 بلشنا 2019 طبعا بلشنا نفتح المدارس. المدارس اللي السنة قدرنا نفتحها بقى بالتعاون مع إدارة الناحية، مع مجلس إدارة الناحية، مع الكوادر، قدرنا نفتح 8 مدارس إضافيات ألحقناهم بالعمل. يعني بهالحالة صار عندنا 41 مدرسة السنة مشغولة مفتوحة، يعني قائمة على رأس العمل، والطلاب عم يداوموا فيها والمعلمين عم يداوموا. باقي المدارس عندنا 29. طبعا باقي المدارس عندنا 29 مدرسة تحت الاحتلال. شو صار فيها هذول المدارس؟ هالمدارس اللي تحت الاحتلال القوات التركية المرتزقة عملوا منها قواعد عسكرية. يعني مثلا أذكر مثلا مدرسة الداودية كانت مدرسة ضخمة، عملوا المدرسة قاعدة عسكرية تركية حاليا. المدارس نهبوا المدارس طبعا، حسب ما نسمع طبعا المدارس كلها صارت منهوبة، كل الأثاث المدرسي الممتلكات كليتها تم نهبها من قبل المرتزقة وبيعها طبعا في مناطق أخرى. هذا بالنسبة للمدارس المحتلة. طبعا مدارس اللي على خط التماس اللي ما قدرنا نفتحهم هن 11 مدرسة السنة، لا زلنا مو قادرين نفتحهم، لأنه بصراحة واقعين في مناطق غير آمنة، يعني مناطق خطرة، فخوفا على حياة الطلاب وعلى دوام الطلاب والمعلمين تركناها هلا حاليا مغلقة، اللي هن عددهم 11 مدرسة. هلا نحن خلال جولتنا العام الماضي نحن طلعنا جولة على بعض المدارس. مثلا أنا يعني نفسي مثلا كإدارة طلعنا على عرادة اللي هي تقريبا صايرة يعني قرية حدودية. شفنا المدرسة بصراحة يعني مقصوفة،
تم قصف المدرسة من قبل المدفعية التركية بشكل مباشر؟ بشكل مباشر. المدرسة مقصوفة حتى الطابق العلوي داخل القذيفة لجوا، يعني عاملة ثغرة في المدرسة، وعاملة تخريب بقية الغرف. يعني المدرسة يعني تعرضت للقصف بشكل مباشر. يعني بعض المدارس الأخرى كمان اللي على خطوط التماس كمان في عم يتعرضوا يعني للقصف. مثلا مدرسة دادا عبدال كمان سورها الخارجي متعرض للقصف. مدرسة محرملة سورها الخارجي متعرض للقصف. ومن من دقائق كمان جانا مدير مدرسة راجعنا انه اليوم بالليل تم قصف المدرسة، وتم يعني صار تخريب بالمدرسة يعني بشكل مباشر كأنه. طبعا قلنا له راح نطلع جولة نشوف الوضع شلون. احنا من خلال وكالة هوار نتوجه بمنظمات حقوق الإنسان للمنظمات الدولية، لمجلس الأمن، يعني نوجه لهم صرخاتنا ونداءاتنا للحد من الاعتداءات التركية، لردع الاحتلال التركي، لإعادة أطفالنا إلى مدارسهم، الأطفال المحرومين من الدراسة، لإعادة تأهيل مدارسنا، لإعادة عجلة الحياة إلى وضعها. بصراحة يعني مستغربين كثير هذا الصمت الدولي يعني تجاه ما يحدث لسريكانيا وقراها وزرقان وقراها، يعني هذا الصمت تجاه الاحتلال التركي، هذا الصمت تجاه حرمان الأطفال والتلاميذ من المدارس. مستغربين هذا الصمت.